السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايب عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال يا رب، اللهم امين. جايلكم النهاردة في فيديو حلو جدا يا بنات، هتاخدوا منه افكار هتنفعكم كتير سواء بقى في شهر رمضان او في الايام العادية. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة من صدر فرخة واحد بس 3 وصفات حقيقي كلهم احلى من بعض وكمان اسرع من بعض، ومعظمهم كده حاجتهم موجودة عندنا في المطبخ، يعني مش هتحتاجوا تشتروا حاجة من بره. قبل ما نبدأ ما ننساش نصلي على رسول الله وندعي أمواتنا وأموات المسلمين بالرحمة، اللهم ارحم أمي وأموات المسلمين يا رب العالمين. البطل بقى بتاع وصفتنا النهاردة، أول وصفة معانا هيكون كوباية شعرية، وهنجيب كده صدر الفرخة اللي معانا، يعني تقريبا يا بنات ربع فرخة، وكمان ممكن تشتغلي بالوراك مفيش أي مشكلة. كل اللي هنحتاجه إن احنا هنقطع الفراخ بتاعتنا لقطع صغيرة، طبعا علشان هنفرمها مع بعض، وكمان هنسلق كده كوباية شعرية. طبعا أنا سلقتها معايا كده وأنا شغالة لحد ما بقت طرية معايا بالشكل ده، أخدت حوالي 10 دقايق بس. وفي نفس الوقت كمان كنت بسلق كده بطاطساية، بطاطساية كده يا بنات يكون حجمها وسط، ما تكونش كبيرة قوي ومش صغيرة قوي. بصوا أنا بحب أسلق البطاطس بالقشرة بتاعتها علشان كده آخد كل القيمة والفوائد الغذائية اللي بتكون موجودة فيها. عايزة أقول لكم الوصفات بتاعتنا النهاردة كلها اقتصادية، وبجد نتيجتها وفكرتها بجد هتعجبكم قوي. وبس كده هقطع بقى البطاطساية لمكعبات كده صغيرة علشان وانا بفرمها جوه الكبة تكون سهلة معايا بالشكل ده. كده خلاص جهزت بقى كل حاجة معايا، كوباية الشعرية المسلوقة هحطها في الكبة بالشكل ده، وكمان قطع الفراخ المتقطعة قطع صغيرة، والبطاطساية المهروسة. هحط كل الحاجات الجميلة دي كده في الكبة عشان نفرمهم مع بعض. متستغربوش طبعا، يعني كوباية الشعرية المسلوقة بجد هتدينا نتيجة حلوة جدا وكمان كمية حلوة قوي. وبس كده من غير بقى ما نضيف لا نشا ولا بيض، يعني مش هنكلفها اي حاجة، يدوب بس هنتبلها كده علشان يكون طعمها جميل. هنحط معلقة ملح، معلقة ملح كبيرة، ومعلقة فلفل اسود كده صغيرة، وكمان بهارات فراخ ونص معلقة صغيرة من السبع بهارات. هضيف كمان نص معلقة صغيرة من التوم البودر، وعلشان طبعا ما تكونش مكتومة معانا هحط معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وشوية بقسماط ناعم. طبعا لو مش موجود عندك بقسماط مفيش اي مشكلة، هقولك دلوقتي تتصرفي ازاي. الاول هنضيف كده شوية بقسماط عشان متوافر عندي. لو مش متوافر عندك ممكن تجيبي رغيف عيش فينو، بس تقشري الوش بتاعه وتكوني طبعا محمصاه او سايباه يعني يكون ناشف عندك بالشكل ده. هتفرميه معاهم في الكبة وده بديل البقسماط. وبس كده هفرم بقى كل الكلام الجميل ده مع بعضه كويس قوي لحد بقى ما الخليط كله ينعم معايا. ومتقلقيش خالص، هو هيكون ناعم قوي ويعني وبيلزق في ايدك حاجة بسيطة، بس عادي اول ما هتحطيه في التلاجة حوالي كده 10 دقايق يعني هيبقى متماسك جدا. وبس كده هنا بقى كنت بحضر الكفر اللي هنحطه عليه، حطيت في طبق كده غويط شوية كده حلوين من خلطة الكريسبي اللي بيكون لونه أصفر، ده طبعا بيكون موجود عند أي عطار. يعني هتجيبي كده ب10 جنيه هيكفي معاكي وهيديكي كده كمية حلوة قوي، ممكن تعملي منهم 3 مرات. طبعا حطيت بقى اللهم صل على سيدنا محمد، حطيت عليهم كده شوية من الفيجيتار. كنت عاملاه معاكم قبل كده من العيش الفينو، تقدروا طبعا ترجعوا للفيديو بجد موفر وبيدي كمية حلوة قوي. جبت بقى الخلطة طبعا من التلاجة بعد ما كانت خلاص يعني مسكت معايا كويس وبقيت اعرف اشكلها بكل سهولة. جبت بقى شوية زيت كده صغيرين وبدأت كده اكور كور صغيرة علشان يعني تعمل معايا كمية حلوة، وكمان كل ما كان حجمها صغير كل ما يعني التسوية بتاعتها كانت كويسة، وكمان مش هتاخد وقت خالص في الزيت. وبس كده بصوا بعملها بالشكل ده، هحطها بقى على الكفر كده على طول، وطبعا لسه حجمها هيزيد لما نبطنها بالكفر. بصوا بقى انا هكور الكميه كلها وفي الاخر خالص هبطنها بالكفر، طبعا علشان ما بهدلش ايدي واحط في الخلطه يعني بقسماط. صدقوني بجد الوصفه دي حلوه جدا وعملتها معاكم قبل كده واللهم بارك، عجبت يعني ناس كتير جدا وجابت كمان يعني نسبه مشاهده عاليه، وكل اللي جربها بجد شكر لي فيها قوي. لو وصلتي بقى معايا لحد هنا في الفيديو صلي على النبي في التعليقات، واذا عجبتك الفكرة يعني بتمنى تدعميني بلايك وكمان اشتراك في القناة، وتسلم ايدك يا ست البنات على اللايك. هعمل بقى بقية الكمية بنفس الطريقة، وبعدين في الاخر هحطها في الكفر زي ما قلت لكم علشان يعني ما لخبطش الدنيا. بصوا بالشكل ده، طبعا علشان العجينة فيها بقى سن التلزيقة كده صغيرة، فالكفر الكريسبي ده هيمسك فيها على طول بكل سهولة، من غير بقى ما حطيت بيض ولبن واي بقى تكاليف. واكيد لو حسيتي ان هي ملزقه شويه ممكن تضيفي عليها معلقه دقيق او فيجيتار وتقلبيها كويس.
ده بيكون شكلها يا بنات. طبعا لو حابة تخلي حجمها اكبر من كده براحتك خالص، ولو هتفرزيها طبعا لاكلات الشهر او اكلات رمضان ان شاء الله زي ما هي كده على طول، هتحطيها بقى في اطباق فل وترصيها جنب بعضها، وتطلعيها طبعا يعني من الفريزر على القلي على طول. أكلة موفرة بجد وسهلة، وكمان بترمي كمية محترمة جدا، اللهم بارك. يعني عملت معايا حوالي 30 قطعة. بصوا بقى، بنشتري الناجتس ده من بره بيكون غالي قد ايه، وكمان طعمه في البيت حلو وموفر، وفيه مواد غذائية يعني عناصر غذائية كتير حلوة جدا مفيدة جدا، خصوصا لو عندنا أطفال. زي ما قلتلك، لو هتفرزيه على طول بقى في أطباق تلاجة وهتشيليه في الفريزر على طول، وفي أي وقت بقى تطلعيه على الاستخدام على طول. هنا بقى كنت بوريكم ان عملت معاه مكرونة. طبعا ممكن يعني تقدميه مع مكرونة او رز بشعرية زي ما تحبي. حطيت بقى شوية زيت كده حلوين، والأحسن طبعا لو حمرتي في حلة غويطة، علشان كده تحمري كمية، وده كمان هيخليكي تنجزي، وفي نفس الوقت الزيت بتاعك هيفضل لآخر واحدة زي ما هو، يعني من غير ما يحرق معاكي. أهم حاجة ما تسخنيش الزيت جامد، علشان طبعا لما تحطي النجتس يعني ما ياخدش لون بسرعة من غير ما يستوي. وزي ما قلت لك، لو حابة طبعا تزودي الكمية هتضاعفي بقى المقادير بتاعتك، وكمان ممكن تعمليها بوراك مفيش اي مشكلة، يعني مش شرط صدور يا بنات، ممكن نعملها بورك فرخة واحد بس، وتزودي بقى بقية الكمية اللي هي البطاطس والشعرية، برضو هترمي معاكي كمية حلوة قوي. اللهم بارك، لونها حلو قوي وريحتها تحفة. يعني عايزة اقولك بجد، يعني لو عندك اطفال كمان هيحبوها قوي. طبعا هكمل بقى بقية الكمية كلها عشان ما اطولش معاكم وقت الفيديو. وزي ما قلت لك بقى، قدميها مع مكرونة او عيش بطحينة، المهم ان طعمها حلو قوي في كل الحالات. شايفين عملت معايا كمية حلوة جدا، عايزة اقول لكم ريحتها بجد وطعمها يعني فوق الروعة. حطي بقى لايك للناجتس القمر ده، اللي انا متأكدة ان شاء الله لما تجربيه هتدعيلي عليه. وتعالوا بقى نجهز للوصفة التانية. وبرضو البطل بتاع وصفتنا النهاردة او كل وصفاتنا هو صدر فرخة، ولكن مع المرة دي كيس مكرونة. اول حاجة هجهزها، برضو هقطع صدر الفرخة اللي معايا لقطع صغيرة، وهنا بقى هحاول اقطعها لقطع صغيرة خالص على قد ما اقدر، انا عايزاها حتت صغيرة جدا بالشكل ده. في نفس الوقت برضو خلصتها وجبت حلة على النار، حطيت فيها كده مية، واول ما غليت معايا نزلت على طول بمعلقتين كده ملح، حوالي معلقة يعني كبيرة من الملح، من غير بقى اضافة زيت ولا اي حاجة. نزلت بكيس مكرونة علشان اسلقه. انا عايزاه يتسلق كده حوالي 3/4 سوا بالشكل ده، مش هسلقه قوي يا بنات علشان لسه هيكمل سوا في بقية الخطوات. في نفس الوقت جبت طاسة على النار وحطيت فيها كده شوية زيت، وكمان قطعة كده من الزبدة، وهسيحهم جامد لحد بقى الزبدة والزيت ما يسخنوا كويس قوي. طبعا في الوقت ده كنت محضرة بصلة، فرماها فرم يعني مش ناعم قوي، فرم وسط كده بالشكل ده، وعلى طول هضيفها على الزيت والسمنة واقلبها لحد ما تدبل معايا. انا مش هديها لون، يا دوب بس تدبل معايا. هنزل بقى بالفراخ على طول، بس هركن البصلة كده على جنب، وهدي الفراخ بتاعتي بقى صدمة الأول على نار عالية. طبعا هديها صدمة علشان ما تنزلش المية اللي موجودة فيها وتفضل طرية من جوه. بصوا، أنا بحب أتبل بقى البصلة، هتبلها الأول بمعلقة فلفل أسود، وكمان معلقة من بهارات الفراخ، وكمان ربع معلقة من السبع بهارات. طبعا البهارات بقى اللي بتحبيها تحطيها، ولكن أنا بقولك على الحاجات اللي بتديها طعم حلو قوي. هقلب بقى البصلة مع التوابل كده، والخطوة دي بجد بتدي كده البصلة طعم حلو جدا، يعني بيكمل بقى بقية الأكلة كلها بطعم ونكهة حلوة جدا. قلبت كمان الفراخ لأنها خلاص كده أخدت لون من تحت، يا دوب كده تقليبة بسيطة علشان ما تنشفش مني. أي بقى فلفل موجود عندك هتزودي بيه الكمية. كمان هيضيف للأكلة قيمة غذائية حلوة جدا، يعني هتكون اقتصادية وفي نفس الوقت مليانة بقى عناصر غذائية. حطيت شوية ملح، ويدوب الفلفل بس يدبل وتستوي معايا كده، يعني هطفي عليها على طول علشان طبعا الفراخ ما تنشفش معايا. وفي نفس الوقت كده يعني هديت بقى على الفراخ، وجنب مني بقى جبت حلة تانية وحطيت فيها شوية زيت، وحوالي كده 3 قطع من الزبدة. وأول بقى ما هيسخنوا معايا يعني ضفت عليهم كده حوالي 6 معالق كبار من الدقيق. يعني لكل معلقة دقيق معلقة زيت أو زبدة. حطيت 6 معالق دقيق، يبقى 6 معالق زيت على زبدة. ممكن سمنة، مفيش أي مشكلة. وأهم حاجة في الوقت ده يا بنات التقليب المستمر، علشان طبعا كل الرطوبة اللي موجودة بقى جوه الدقيق تخرج منه، وما يكونش بقى فيه طعم يعني طعم البشاميل كده ما يكونش طعمه وريحته دقيق. وعلى طول بقى ضفت كيلو من الحليب، اللي هو حوالي 4 كوبايات يا بنات.
وبما إني بقى حاطة 6 معالق دقيق، يبقى أنا محتاجة كوبايتين كمان من الحليب أو من الشوربة. طبعًا الكيلو 4 كوبايات بس، أنا هاكمّل يعني 6 كوبايات بكوبايتين كمان من الشوربة، على أساس يبقى لكل معلقة دقيق كوباية من الحليب أو كوباية من الحليب على الشوربة. عايزة أقول لكم بجد يعني الشوربة مع الحليب بتودّي طعم البشاميل في حتّة تانية خالص. أنا بصراحة كنت باعمل البشاميل بالحليب بس في الأول، ولكن لأ، بصراحة طعم الشوربة مع البشاميل بيخلّي طعمه حلو ومميز جدًا. طبعًا أي شوربة بقى بتفضّليها تقدري تزوّديها. هنتبّل بقى البشاميل بمعلقة فلفل أسود وكمان كده شوية من التوابل أو اللهم صل على سيدنا محمد، مرقة الدجاج وبس كده، الملح وخلاص. طبعًا البشاميل ما ينفعش يتحط عليه أي توابل تانية، هو كده بيكون كريمي وطعمه يجنن. هنقلّب بقى كل الكلام الجميل ده مع بعضه كده لحد البشاميل ما يتقل معايا ويكون قوامه زي المهلبية بالضبط، يعني لا هو تقيل أوي ولا خفيف أوي، بالشكل ده. عايزة أقول لكم يعني الطريقة دي بتخلّي البشاميل بيكون كده juicy وطعمه جميل أوي، طعم المكرونة كمان بيكون حلو جدًا. وبس كده هاخد بقى شوية من البشاميل حوالي كده يعني كبشتين واقلبهم بقى على المكرونة على طول، طبعًا علشان يعني كل مكان كده أو قطعة في المكرونة تكون شاربة كويس أوي من طعم البشاميل، وده بقى اللي بيخلّي المكرونة يا بنات بتكون سايحة كده وطعمها juicy كده وطرية جدًا. نفس الكلام هاحط كده حوالي كبشة مليانة برضه من البشاميل في أرضية الصينية، وهاحط عليهم بقى شوية كده من المكرونة، حوالي كده يعني نُص المكرونة أو نُصّها إلا شوية في أرضية الصينية، وهاوزّع بقى يعني كل الكمية اللي هاحطها بالتساوي كده في كل مكان جوّه الصينية بالشكل ده. وطبعًا ممكن تستخدمي مكرونة أقلام، ولكن أنا حبيت أغيّر في شكلها، يعني بما إنها يعني بالفراخ، فقُلت يعني تكون مختلفة كده عن المكرونة التقليدية، وكمان يعني لو في أطفال هيحبوها أوي. وبس كده حطيت بقى الحشوة القمر دي على وش المكرونة، وبرضه هاجيب كده يعني شوية برضه من البشاميل كده صغيّرين على وش الحشوة. عايزة أقول لِك بجد امشي على الخطوات بالضبط، حقيقي صدقيني هتعملي أحلى صينية مكرونة سايحة كده وjuicy وبجد طعمها هيعجبِك أوي. وبعدين هاحط بقى بقية كمية المكرونة على الوش، وبرضه هارجع أسويها لحد ما تبقى معايا كده متساوية، وهانزل بقى ببقية البشاميل الكريمي القمر ده. حطي لايك للفيديو يا سكرة لو عجبتك الفكرة، طبعا علشان الفيديو يروح لناس تانية كتير، وتسلم ايدك مقدما. بصوا هساوي بقى المكرونة كده وهنزل بقى ببقية كمية البشاميل كلها. عايزة اقول لكم كمان انا في الوقت ده رحت سخنت الفرن كده ورجعت قلت على اساس يعني لحد ما اخلص كده الصينية واحضرها معايا وتكون جاهزة يكون الفرن بقى سخن معايا، وعلى طول بقى على الفرن ويكون سخن طبعا كده من قبلها بحوالي 10 دقايق. هتدخليها على الفرن بتاعك على طول طبعا بدون اي اضافات، مفيش اي مشكله، ولكن بقى انا هنا حبيت يعني ادلعها شويه. جبت كده شويه جبنه رومي على شيدر، بصراحه كانوا موجودين عندي، ولكن لو مش موجودين عادي انا هدخلها الفرن على طول من غير بقى اي اضافات. هي بصراحه بدون اي حاجه بيكون لونها قمر، انا في الغالب بعملها كده دايما. طبعا مشغله الفرن على درجه حراره 200، يعني اعلى درجه حراره يا بنات عندك. مش بتاخد معاكي وقت خالص، هتقعد في الفرن كده حوالي ساعة بالظبط. عايزة اقول لكم اللهم بارك، تحفة تحفة يا بنات، بجد ريحتها حلوة قوي، ويعني بجد قلب الدنيا كده بريحتها وطعمها الجميل. عايزة اقول لكم بجد لازم تجربوها. الوصفة دي بجد حلوة جدا، يعني هتعجبكم قوي وكمان هتنفعكم خصوصا بقى لو في عزومات، سواء بقى في شهر رمضان او في الايام العادية. وصفة اقتصادية وحلوة ويعني سهلة وسريعة ومش مكلفة خالص. البشاميل بجد كده جوسي وسايح جدًا جوّه المكرونة. بصراحة وصفة من الآخر، أتمنى بجد تجربوها وكمان تقولوا لي رأيكم، أنا متأكدة إنها إن شاء الله هتعجبكم جدًا. شايفين بقى الجمال؟ اللهم بارك، حلوة أوي بجد. تعالوا بقى نحضّر للوصفة اللي بعد كده، اللي بجد كمان هتعجبكم جدًا، وإن شاء الله هتدعوا لي عليها، بس ما تنسوش اللايك أهم حاجة علشان الفيديو يروح لناس تانية كتير. نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. واول حاجه يا بنات جبت طبق غويط وحطيت كده كوبايه ونص من الحليب معايا كان دافي، وحطيت عليهم ربع كوبايه من الزيت، وبعد كده حطيت معلقه كبيره من السكر، وكمان هحط معلقه كبيره من الخميره الفوريه بالشكل ده. وبس كده هقلبهم بقى مع بعض كويس قوي لحد كده السكر والخميره ما يدوبوا كويس كده جوه الحليب وجوه الزيت. هسيبهم بقى على جنب لمدة 5 دقايق علشان اشوف ان الخميرة بتاعتي هتتفاعل معايا ولا لا.
وبعد 5 دقايق حطيت عليهم بقى الدقيق. أهم حاجة لازم يعني ننخل الدقيق بتاعنا كويس أوي. أنا هاستخدم النهارده على الكمية دي حوالي كده 3 كوبايات من الدقيق. هاضيف كده الأول كوبايتين ونص، وهاسيب على جنب نص كوباية لحد ما أشوف طبعًا كل نوع دقيق بيختلف عن التاني، على أساس يعني لو يعني كفّى معايا خلاص، ما كفّاش هاحط نص كوباية الدقيق الكاملة. وبعد كده هاضيف معلقة كبيرة من البيكنج باودر وكمان معلقة صغيرة كده من الملح. وبس كده هابدأ بقى ألم العجينة طبعًا كويس أوي. يعني كده هاسيب بقى المعلقة وأبدأ أعجنها كده بإيدي حوالي 10 دقايق. طبعًا المعلقة في الوقت ده مش هتنفع، لازم بقى أعجنها بإيدي كده كويس. هتاخد معايا كده حوالي 10 دقايق طبعًا في العجن. هافضل بقى أعجن فيها يا بنات لحد ما يعني ما أحس إن هي خلاص. هاشوفها بقى في الوقت ده، يعني هاشوف هي محتاجة بقية الدقيق والّا لأ. طبعًا أنا لقيتها يعني طرية معايا وبتلزق أوي. جبت بقى نص كوباية الدقيق اللي كانت باقية وحطيتها عليها على طول. هافضل بقى أعجن فيها لمدة ما تقلش عن 10 دقايق، لحد ما أحس إن هي خلاص بقت ناعمة في إيدي كده وطرية جدًا وكمان مطاطية. بُصّوا بالشكل ده، شايفين؟ اللهم بارك، طرية معايا ومطاطية جدًا، وكمان العجينة في إيدي ناعمة أوي. وبس كده هاغطيها بقى بكيس، كيس من أكياس التلاجة، وهاسيبها كده في مكان دافي تخمر حوالي ربع ساعة. طبعًا ممكن تحطيها في الفرن. لو مستعجلة عليها تسخّني الفرن بتاعِك وتطفيه وبعد كده تحطيها. هتخمر معاكِ يعني مش هتاخد أقل من ربع ساعة. لحد بقى ما تخمر في الوقت ده وترتاح، تعالوا بقى نحضّر الحشوة بتاعتنا. جِبت طاسة ونزلت فيها كده يعني بشوية زيت صغيّرين، ونزلت بقى بربع الفرخة اللي موجودة معانا النهارده. زي ما قُلنا البطل الأساسي لوصفات التوفير بتاعتنا النهارده هو صدر الفرخة. سخّنت الطاسة الأول طبعًا بشوية الزيت حوالي كده معلقتين، ونزلت بقى بالفراخ بتاعتي على طول، اديتها صدمة كده على نار عالية. وأول ما لونها بيتغيّر معايا هاحط على طول بصلة واحدة. بصلة واحدة حلوة أوي على الكمية دي. وزي ما قُلت لكم لو حابين بقى تضاعفوا أي مكونات، هتضاعفوا المقادير والمكونات. هاقلّبها كويس، وأول ما تدبل معايا هاتبّلها بمعلقة كبيرة كده من الملح، ونُص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وكمان نُص معلقة صغيرة من بهارات الفراخ، ورشة قرفة صغيرة. القرفة يا بنات بتخلّي ريحتها حلوة أوي، وكمان طعمها بيكون حلو جدًا. هاحط كمان رشة بسيطة من الكاري، وهاقلّب بقى كل الكلام الجميل ده مع بعضه لحد الفراخ يعني ما تتشرب كويس أوي من طعم التتبيلة. هاكون بقى مجهزة جنب مني كده شوية فلفل ألوان حلوين. طبعًا لو مش متوافر عندِك فلفل ألوان ممكن تحطي فلفل أخضر بس وتكتفي بيه، بيكون طعمه كمان حلو أوي. هاقلبهم بقى مع بعض كويس وعلى نار هادية جدًا. بس قبل ما أغطي عليها كده هاحط معلقة كده يعني من الكزبرة الناشفة، بتودي طعمها في حتة تانية خالص وبتديها نكهة وطعم حلوين أوي. وكمان هاضيف ربع كوباية من المَيّة. وبس كده هاسيبها بقى كده على جنب، يعني هاسيبها بقى تاخد وتدّي مع بعضها كده على نار هادية لحد ما تستوي خالص. وكمان كل الفلفل كده يدبل، وما يكونش فيها ولا نقطة سوائل بالشكل ده. شايفين؟ الخلطة والحشوة دي بجد حلوة جدًا. تعالوا بقى نشوف العجينة. اللهم بارك، حلوة أوي يا بنات زي ما أنتم شايفين. طلعت حلوة جدًا وخمرانها جميل. امشوا بس على الخطوات وإن شاء الله هتاخدوا نتيجة بجد هترضيكم جدًا. هاخرّج بقى كل الهوا اللي موجود فيها كده، وأبدأ بقى أقسّمها على نُصّين، علشان أبدأ أشتغل في النُص الأولاني. شايفين العجينة طرية في إيدي وجميلة إزاي؟ هاخد بقى نُص كده أحطه في الطبق وأغطيه على أساس ما ينشفش معايا لحد ما أخلّص يعني الجزء الأولاني فيها. رشيت بقى رشة دقيق كده علشان طبعًا ما تلزقش معايا وأنا بافردها. وهاحاول بقى أفردها كده على شكل دايرة، وهاحاول يعني على قد ما أقدر أخلّي سمكها حوالي نُص سنتي. أنا مش عايزاها يعني سميكة أوي ولا رفيّعة أوي، بيكون سمكها وسط بالشكل ده. دهنت بقى صينية من صواني البيتزا أو أي صينية طبعًا متوفرة عندِك. يعني هاخد بقى النُص اللي فردته هاحطه فيها كده وأحاول أساويه على قد الصينية. الطريقة بجد سهلة يا بنات، ما تقلقوش خالص. طول ما العجينة معاكِ طرية وحلوة هتقدري تتحكمي فيها بكل سهولة. سويت بقى الأطراف بالشكل ده، وهاجيب بقى شوكة كده ويعني هاخرّمها بالشوكة على أساس يعني ما تنتفخش معايا كده جوه الفرن، وتبقى شبه العيش الفينو. وبس كده هاوزّع بقى بقية حشوة الفراخ القمر دي. وهنا كان عندي بقى شوية جبنة رومي برضه على جبنة شيدر، حطيت منهم كده على الوش. عايزة أقول لِك يعني ممكن تحطي أي حاجة بقى في الحشوة موجودة عندِك. طبعًا الفطيرة دي كمان تنفع بحشوات كتير، مش شرط فراخ خالص.
أي حاجة حابة تحطيها ما فيش أي مشكلة، ولكن إحنا قُلنا النهارده إن يعني البطل بتاع وصفاتنا النهارده هو صدر الفرخة. وبعدين بقى هانزل بقى بالنُص التاني، طبعًا برضه فردته على قد العجينة برضه، حاولت كده أخلّيه برضه دايرة على سُمك نُص سنتي بالشكل ده. شايفين بتتفرد معايا بكل سهولة. وبس كده هافردها بقى على وش الفطيرة، وهنا لازم طبعًا نقفّل الأطراف كويس أوي. الأول بس هاضبّطها كده، شايفين يعني سهلة جدًا ما فيهاش أي صعوبة. هابدأ بقى أقفّل الأطراف زي ما أنتم شايفين، طبعًا علشان يعني الحشوة ما تخرجش وهي بتستوي جوّه الفرن. وبس كده آخر إضافة بقى يعني هاجيب بقى بيضة وهاحط عليها كده معلقة حليب ورشة نسكافيه، طبعًا علشان يعني زفارة البيض. هاقلبهم مع بعض وبعدين بقى يعني هادهن بقى وش الفطيرة. بس قبل ما أدهنها طبعًا يعني لازم أقطّعها الأول، هاقطّعها على شكل مثلثات علشان يعني بعد ما تستوي أقدر أخرّجها بكل سهولة. جرّبوا بجد الفطيرة دي يا بنات هتعجبكم جدًا، موفّرة وسهلة واقتصادية وكمان مش بتاخد وقت خالص. كل الفكرة في إن إحنا يعني نخمّر العجينة كويس وبعدين نحشيها على طول. هاتن بقى الوش بالخلطة دي وما تقلقيش خالص، البيض مش هيكون ليه أي أثر. كان عندي بقى هنا شوية سمسم، حبيت كده أحطهم على وش الفطيرة الجاهزة بحيث برضه إن هي تكون شبه الفطيرة اللي بنشتريها من المطاعم. طبعًا ممكن تحطي حبة البركة برضه بيخلّيها يعني ريحتها وطعمها حلوين. في الوقت ده طبعًا مسخّنة الفرن من فوق ومن تحت على نار وسط. عايزة أقول لكم اللهم بارك يا بنات، فطيرة بجد قمر تحفة، لون وطعم وريحة ولا أروع. أحسن بجد من اللي بنشتريها من المطاعم، وكمان أوفر بكتير. طرية جدًا والحشوة جواها بجد لذيذة أوي، وكمان ريحتها حلوة أوي. يعني بجد لو جربتوها إن شاء الله هتعجبكم جدًا. شايفين قد إيه طرية يا بنات؟ حقيقي بجد الوصفة دي حلوة جدًا، باتمنى كلكم تجربوها، وكمان تجربوا كل الوصفات اللي عملناها النهارده. إن شاء الله الوصفات دي حلوة جدًا، هتعجبكم كتير وهتنفعكم أكتر في شهر رمضان. إذا عجبتكم الفكرة أتمنى تدعموني باللايك والاشتراك في القناة، وكمان مستنية رأيكم وكلامكم في التعليقات الجميل اللي بيفرحني وبيسعد قلبي، وكمان بيخليني أكمل. أشوفكم على خير في الفيديوهات الجاية بإذن الله، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.